بجد منظر ضلفة الخزين يجيب هلع. ما كنتش عارفة أرتب أفكاري ولا أصور لكم وصفات جديدة طول ما هي بالمنظر ده. فرحت مفضية كل حاجة جواها وحطها قدامي عشان أفرزها من أول وجديد وأرتبها. وكان في هنا قنبلة منفجرة في المطبخ. نظفت الضلفة وسبتها تتهوى وتنشف، وبدأت أطلع المنظمات وأشوف هوزع ترتيبها إزاي. البرطمانات الإزاز دي أحسن حاجة للتخزين لأنها بتحافظ على الأكل جواها وما بتطعمش على بعضها، وعشان كده بحب دايما استخدمها. جبت 4 كبار يكفوا الرز البسمتي والمصري والسكر والدقيق، يكفوني لمدة شهر كامل. وجبت بقى البلاستيك دول للكورن فليكس والمكرونة والعدس عشان تبقى أخف على إيدي وحجمهم أصغر. وبدأت بقى أرتب الضلفة. حطيت في الضلفة العالية اللي فوق الحاجات اللي بخزنها لأكتر من شهر أو شهرين حتى، زي الحاجات اللي بجيبها في العروض زي الصلصة وبرطمانات ورق العنب وزيت الزيتون. والرف اللي في النص اللي على متناول إيدي حطيت فيه الرز والسكر والدقيق، وكمان القهوة والبروتين. المكسرات لو بتجيبوها كمية كبيرة تطول عندكم أكتر من شهر فحطوها في برطمانات إزاز بتحافظ عليها. المنظم اللي بيلف ده عجبني قوي للصوصات وكمان للمعلبات. وآخر حاجة حطيت في البوكسات الأكياس بتاعت المكرونة والكيك والحاجات الإكسترا في الرف اللي تحت. وبكده حاولتها من المنظر ده للمنظر الحلو اللي يفتح النفس ده. هو في أحلى من الترتيب؟ وبس كده.